عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد فريد صار النهارده فيديو جديد، تعديل معماري جديد في إسكان جامعة القاهرة. هنقول لحضراتكم النهارده فكرة التعديل المعماري في فيديو قصير يا رب ينال إعجاب حضراتكم. احنا عملنا ايه هنا في الشقة في التعديلات المعمارية؟ أول حاجة بنينا الكتف دوت. لو لاحظنا هنا هنلاقي الباب بتاعنا، الباب ده كان وراه مسافة أكبر من كده، نقلنا اللوحة ورا الباب وبنينا الكتف. هنا الكتف ورا الباب مباشرة عشان نقدر إن احنا نعمل دولاب هنا بيلت ان. الدولاب هنا هيبقى زي غرفة غسيل. عندنا هنا أسسنا الغسالة بتاعتنا وهيبقى على يمينها الدولاب بتاعنا. طبعا المساحة دي جت منين؟ جت من المسافة اللي ورا الباب، وجت كمان مسافة من حمام الضيوف على حساب حمام الضيوف. لو لاحظنا هنا نلاقي إن حمام الضيوف كان بينتهي في المنطقة هنا بالظبط. طبعا الجزء دوت خدناه من حمام الضيوف، والجزء اللي موجود هنا بعد البانية خدناه على حساب الريسبشن أو الجزء اللي ورا الباب. عملنا المساحه المحترمه ديت غرفه غسيل، ولغينا كمان الشطره بتاعه العمود، وضمينا الحته اللي باقيه من حمام الضيوف مع الحمام الاوسط. اول لما بندخل هنا بنلاقي موجود الشاور بتاعنا عشان نقدر نحافظ على الشباك. عملنا الخلاط في الكتف اللي احنا بنيناه هنا، وطبعا الصرف موجود. بقى الجزء دوت الشاور بتاعنا نقدر نقفل سكريت عليه بعد التشطيب باذن الله. عندي هنا كمان مكان القعده، والجدار دوت فاصل فعامل شكل محترم جدا، والقعده عندي هنا دفن من جروي. والحوض مكان ما انا واقف كده بالظبط، هنا الحوض بتاعنا. بقت مساحه الحمام وتقسيمته معقوله جدا، الحمد لله شكلها جميل. عملنا ايه هنا تاني في الشقه من تعديلات معماريه؟ طبعا خدنا جزء من حمام الاوسط. ليه؟ عشان نقدر نعمل فكره الدريسنج دي. دايما متعودين في الفيديوهات في الدريسنج بتاعنا في الماستر احنا بنسيب مسافه 70 سم، ويبقى عندي الركبه هنا موجوده في الدريسنج. عشان نلغي الموضوع دوت خدنا نفس ال 70 سم، ولكن صغرنا حمام الماستر عشان عندي الدريسنج يبقى اكبر شويه ويبقى حرف ال شيب. زي ما حضراتكم شايفين كده يجي الدريسنج بتاعي ال شيب، هنا بيلف معايا لحد قبل الباب، ويبقى دريسنج محترم جدا. بس ده جه على حساب حمام الماستر ان هو صغر شويه. لو دخلنا حمام الماستر هنلاقي القعده على اليمين، وهنا شطاب سخن وساقع، وعندي هنا الشاور بتاعي، وعندي هنا الحوض بتاعي في الوش. طبعا كهرباء المرايه طالعه معانا. اخر حاجه عملناها في التعديل المعماري في الشقه ديت اللي احنا كبرنا الكتف ده. يعني الكتف بدل ما هو كان بيقف هنا تقريبا قبل ما يتصغر حمام الماستر، لا طولناه شويه. ليه؟ علشان نقدر نحط كمان هنا الباقي الفرنشر بتاعنا، وعملنا المسيحه بتاعتنا هنا. فالكت دوت زاد معانا، حمام الماستر صغر، وفكره الدولاب اللي في الريسبشن دي كانت اهم التعديلات في الشقه ديت. يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم، شكرا جزيلا.